مشاهدينا اهلا بكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجنا زمان كان. النهارده احنا موجودين مع حضراتكم من داخل شارع المعز، وتحديدا في منطقه تحديدا في مكان وكاله بزرعه. وكاله بزرعه احدى الوكالات القديمه جدا، وكانت مخصصه قديما للتجاره، وحاليا بيقام فيها ندوات ولقاءات ثقافيه وبعض الحفلات. النهارده هنتعرف على حاجات كتير جدا عن الوكاله، هنتكلم عن تاريخ نشأتها، هنتكلم كمان عن كل العصور اللي كانت بتمر على الوكالة وازاي اتطورت من وقت للتاني. تابعونا النهاردة، هتكون حلقة جميلة وشيقة جدا من داخل وكالة بزرعة في شارع المعز. مشاهدينا، واحنا في منطقة شارع المعز المليئة بالآثار الإسلامية، بيسعدنا يكون معانا مفتش الآثار أحمد ماهر اللي هيكلمنا عن المنطقة أكتر وتاريخها. أهلا بيك أستاذ أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. يا أستاذ أحمد، احنا بنتكلم الأول على منطقة المعز، منطقة القديمة اللي مليانة بالآثار الإسلامية. نتكلم عن تاريخ المنطقة ونتكلم عن أهم الحاجات الموجودة. تعتبر طبعا كل الحاجات اللي موجودة حاجات مهمة جدا. كل الناس بتبقى حابة تعرف تفاصيل شارع المعز وكل الحاجات المحيطة بيه وكل الآثار اللي موجودة فيه. نقدر نقول لهم إيه عن المنطقة ونقول لهم عن تاريخها كمان. والله احنا النهارده من حسن حظنا ان احنا واقعين في مكان بيعتبر هو اكبر متحف اسلامي مفتوح في العالم. ده طبعا مش مجرد كلام احنا بنقوله، لكنه كلام موثق بالارقام او بالاماكن اللي موجوده فيه. ده لان شارع المعز من يوم ما بدا مع الدوله الفاطميه بدا بوجود طبعا اثار كبيره ضخمه جدا، كانت زي القصر الشرقي الكبير اللي موجود والقصر الغربي اللي كانوا اماكن خاصه بالخلفاء. واتطور بعد كده في العصور التاليه ليه، فجمع ل6 عصور اسلاميه مختلفه. وده مكان مش موجود في العالم كله، لانه بدا بالعصر الفاطمي اللي ساب من وراء اثار ضخمه جدا زي جامع الحاكم بامر الله اللي في اول شارع المعز، جامع الاقمر، والاسوار بتاعه المدينه نفسها. بعد كده دخلنا في عصر تالي ليه، وهو الدوله الايوبيه، لما جه صلاح الدين وقضى تماما على الخلافه الشيعيه واسس دوله جديده هي الدوله الايوبيه. وساب لنا علامات تانية ليه اثريه زي بقايا المدرسه الصلاحيه من احفاد صلاح الدين طبعا، وبقايا دار الحديث الكامليه. دخلنا في عصر ثالث وهو العصر المملوكي البحري. العصر المملوكي عندنا بينقسم لشقين، حاجه اسمها مملوكي بحري وحاجه اسمها مملوكي جركسي. المملوكي البحري اللي ساب لنا اثار بتعتبر هي دره ولؤلؤه شارع المعز، مجموعه المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من جنبه. دخلنا بعد كده في عصر ثاني ليه، وهي عصر المماليك الجراكسه. من اثارهم طبعا مكان غايه في الجمال، بيعتبر نموذج مصغر لمدرسه السلطان حسن الهرم الاكبر للاسلام، وهي مدرسه الظاهر برقوق. كده مرينا على 4 عصور. تلاهم بعد كده عصر عثماني واسره محمد علي. عصر العثماني ساب لنا سبيل زي سبيل خسرو، مجموعه السلحدار. اسره محمد علي اللي ساب لنا اثرين غايه في الروعه والجمال، وهو السبيل اللي موجود معانا في المنطقه هنا، وسبيل في القسم الثاني من شارع المعز، عملهم على روح ابنائه اللي ماتوا في حياته. فعشان كده الشارع جمع مجموعه كبيره جدا من العصور، الى جانب انه جمع كمان انواع مختلفه من العماير الاسلاميه. العماره الاسلاميه فيها تنوع، فيها وظائف كتيره جدا. عندنا حاجه اسمها العماره الخيريه، حاجه اسمها عماره مدنيه، عماره تجاريه. العماره الدينيه مثلا زي المساجد موجود منها وفره ما شاء الله عندنا في شارع المعز. عندنا عماره مدنيه زي الحمامات، عماره خيريه زي الكتاتيب والاسبله والمدارس. ومن ضمن العماير كمان هي العماره التجاريه اللي احنا موجودين النهارده في نموذج عنها، هي وكاله بزرعه. دي اللي كانت بتستخدم في التجاره بين الناس وبعضهم سواء من داخل مصر او خارج مصر. عشان كده شارع المعز جمع لنا كميه من الاثار، كميه من التعدد والانواع مش موجوده في اي مكان تاني في العالم، اللي خلته اكبر متحف مفتوح في العالم للاثار الاسلاميه.
اكتر من وكالة موجودة في المنطقة. ناس تعرف منها وكالات مشهورة قوي وفي حاجات مش مشهورة قوي. احنا بما اننا النهاردة موجودين في وكالة بزرعة هناخد فكرة عن الوكالات الاخرى برضو، ونرجع نتكلم عن بزرعة، نتكلم عن تاريخها، نعرف الناس اكتر عنها كأثر موجود في المنطقة. هي بالفعل المنطقه اصلا هنا يعني شارع المعز حتى من نشأته ايام ما كان مكان للخلافه، لان كان دايما متخصص بالتجاره، شارع مشهور جدا بالتجاره والاسواق. قبل ما يكون في فكره الوكالات موجوده فيه كان في اسواق مخصصه لحاجات كتير جدا، كان كل نوع من السلع مخصص لسوق، زي سوق العنبريين للعطور، سوق القفيصات للاقفاص او الحاجات الهدايا اللي تباع، سوق السيوفيه للحاجات سوق الامشاطيين للامشاط الخاصه بالحاجات اللي زي دي. كل مكان كان مخصص. لكن بعد فتره من الفترات اصبحت المدينه خلاص بقت مخصصه او مفتوحه للعامه غير بس الخلفاء، فاصبح في فكره الوكالات. وفكره الوكالات هي فكره قديمه جدا، مش بس موجوده في العصر العثماني اللي هنتكلم عنه، لكن موجوده في مصر هنا من العصر الطولوني، يعني من القرن الثالث الهجري، قرن مبكر جدا. بدات تنتشر فكره الوكالات اللي هي الخاصه بالتجاره او المكان المخصص للتجاره. هي الوكاله مكان او سوق كبير. بدات في العصر الطولوني ومرت بمراحل كتير جدا في مصر. مصر طبعا طول عمرها فيه احداث سياسيه مختلفه، يعني في العصر الطولي كان في استقرار شويه، بعد كده دخلنا العصر العباسي الثاني رجع يسيطر على مصر مره ثانيه، فبقى في نزاعات لحد ما وصلنا للعصر الفاطمي اللي هو خلافه شيعيه مختلفه، فاصبح في نزاعات اثرت بشكل كبير على فكره التجاره، ففي اهمال شويه في ناحيه الوكالات. لحد ما وصلنا للعصر المملوكي اصبح في استقرار الى حد ما في الدوله. دايما العامل الاقتصادي بيرتبط بالاستقرار السياسي في الدوله. فمع الدوله المملوكيه اصبح في استقرار، وفي الدوله اللي بعدها الدوله العثمانيه كمان زاد الاستقرار بشكل اكبر، واصبح لمصر مكانه كبيره جدا في فكره التجاره، سواء كوسيط او كحتى محل هبيع فيه الحاجه بتاعتي، يعني هعدي عليه مرور من دوله لدوله، او مكان هبيع فيه السلع بتاعتي. عشان كده بدات تنتشر الوكالات بشكل اعظم. عشان كده هنلاقي في مصر خاصه في المكان اللي احنا موجودين فيه بس النهارده لما نتكلم عنه، عندنا وكاله بزرعه اللي هنتكلم عليها، عندنا وكاله للاستحضار، وكاله عباس اغا، بقايا وكاله وقف النقادي، بقايا وكاله قوصن، عندنا وكاله الغوري طبعا مشهوره جدا والناس عارفه الاحتفالات اللي فيها. فهي منطقه حيه بكل ما فيها من انواع الوكالات اللي موجوده معانا. من ضمنها طبعا واجملها اللي لسه باقيين على حال بشكل كبير جدا فيهم حفلات وندوات، وكاله الغوري طبعا في القسم الثاني، والوكاله اللي احنا موجودين فيها النهارده وكاله بزرعه. فهو الشارع طوال عمره او منطقه القاهره الفاطميه عموما من يوم ما تاسست وهي منطقه مشهوره بفكره التجاره. تختلف بوجود اسواق، لكن اتطورت بعد كده فكره وجود منشات مستقله هي اللي جت مع تطور التجاره في مصر هنا، فاضطرينا نعمل حاجه مخصصه للتجاره فقط بعيدا عن اي حاجه ثانيه خالص. وده اللي اهتم او اسس فكره تاسيس وتنظيم الوكالات في مصر. مشاهدينا كنا معاكم النهاردة وحلقة خاصة جدا وشيقة متميزة من داخل وكالة بزرعة، الوكالة الموجودة بداخل شارع المعز، أحد شوارع القاهرة القديمة اللي بيضم عدد ضخم جدا من المنشآت القديمة جدا الإسلامية. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل اللي قدمناه النهارده وكل المعلومات الجميله والشيقه اللي قدمناها لحضراتكم. دايما بنكون معاكم من داخل المناطق الاثريه القديمه عشان نتعرف على تاريخها ونتعرف على كل حاجه بداخل الاماكن الاثريه. تابعونا دايما وبرنامجنا